بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جالكم فيديو جديد في قناتي، يا رب يعجبكم. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. وانزلوا صلوا كده على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ناخد الأجر والثواب مع بعض. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة، هنقف نطبخ كده في المطبخ طبخة حلوة أكترية الناس بتحبها، متحمرة أو بصلصة. بصراحة أنا بنحبها الاتنين، بس أنا بميل ليها متحمرة شوية. هنعمل ايه النهارده يا مواجن؟ هنعمل مع بعض الكفتة البلدي الجميلة بتاعتنا، الكفتة اللي بتتعمل في الأفراح بقى. زمان كانوا على طول بيعملوها في الحنة وفي الأفراح وكده، ومازال في ناس بتعمل الكفتة دي. بصوا، أنا بضربها في البيت. خدت كيس لحمة من اللي أنا كنت مقطعة معاكم، وجبت عليه نص كيلو رز او اقل، يعني خدت منه شويه صغننين مع خضره بقى والبصل والثوم والتوابل الجميله بتاعتنا، وضربتها في الكب. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم برضو في مره من خطواتها من الاول للاخر، عشان برضو اللي عايز يشوفها بتتعمل ازاي. للبنانيت الجديده طبعا اللي لسه داخله على الجواز، خلاص صبعتها بقى وهحمرها. اعمل حله كفته كده محترمه، ونعمل جنبها طبق ملوخية جميل كده، ونعمل جنبها شوية رز، عشان عندي الملوخية دي العشق الصراحة، بحبها جدا. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بس هي أفضل إنك تشيلي الملوخية وتعملي جنبها شوية شوربة لسان عصفور، هتبقى أطعم وأحسن يعني. بس أنا بقى يعني الأكل ده أذواق، تمام؟ فأنت اعملي بقى اللي أنت عايزاه. نحمر بقى الكفتة الجميلة بتاعتنا عشان نعمل لها شوية صلصة كده محترمين، وبعد كده نظبط بقية الأكل معنا النهاردة. معلش بقى اعذروني إن أنا بقى يومين منزلتش فيديوهات، بس الدنيا بايظة معايا الصراحة. جرى عبد الرحمن كانوا تعبانين ودخلت على بابانا، الشتاء داخل صعب جدا. مش الدنيا مش ساعة، بس داخل بقى بعيا وداخل بقى بقرف مع الأولاد، والدنيا باظت جدا. وعلى فكرة الصبح بيبقى ساعة قوي قوي قوي، فالأولاد بقى اللي رايحة المدارس وكده لازم تلبس جواكت خلاص، لأن حرفيا الصبح بتبقى يعني الساعة جدا. كانت عمتي قاعدة عندي يومين، ومريم ومكة بقى نازلين المدارس، فبفتح الباب حسيت فعلا ان الجو بيبقى ساقع الصبح جدا. فلازم بقى اهتمام بالأولاد بقى، والجواكت بقى تطلع وكده. طبعا انا شجعتكم اللي ما راحش شاف الفيديو يروح يشوفها. وطلعنا مع بعض الشتوي، ودخلنا خلاص الصيفي. في شويه بقى غسيل كده محترمين مليانين بقع بقى، ومش هقول لكم عاملين ازاي، عايزين بقى طبعا يتغسلوا. اللهم صل على النبي. بص، الكفته دي من احلى الحاجات اللي انا بحبها، وبحبها متحمره جدا جدا جدا. في ناس بقى آه آه بتحبها بصلصه اكتر، بس انا الصراحه بميل ليها متحمره اكتر. بس الاتنين عموما طبعا هعملها بصلصة عشان هعمل جنبها بقى رز. نعمل جنبها بقى كمان شوية ملوخية كده حلوين. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طب هنحسب بقى توتال الأكل بتاعنا النهاردة كلفنا كام؟ نص كيلو رز، قولي مثلا ب17 أو قولي ب15 نص كيلو رز ب15، واللهم صل على النبي وب5 جنيه ربطة ملوخية، ادي 20. وكمان جبنا عليها خضرة ب5، ادي 25. توتال كده برضو هنقول 40 جنيه بقى بالتوابل بقى بقلبين الماجي وكده. والطماطم عندنا في الفريزر. انا الصراحة على طول بفرز الطماطم، ما فيش مرة، نادر لما بشتري طماطم من بره ان انا اطبخ بيها، نادر. لان انا على طول اول ما بتخلص بجيب عداية على طول ارميها في الفريزر، بتنفع جدا، حلوة جدا جدا. الحمد لله في اليومين اللي فاتوا دولت رحت جبت كمان الرز، يعني الحمد لله ربنا كرمنا ورزقنا وجبت الرز. جبت 10 كيلو، 4 شكار اللي هي ال10 كيلو دي، حلوة جدا برضه، هينفعونا وهيكفوا معانا السنة. دي افضل حاجة ان انتي تعمليها. طبعا خلاص حمرت الكفتة كلها، وابدأ بقى ان انا اعمل الصلصة بتاعتها. طبعا انتوا شايفين كل حاجة في الفيديو، وانتوا ستات بيوت شاطرة يعني، وبتعرف تعمل كل حاجة. وصلوا بقى كده على النبي في الكومنتات كده عليه افضل الصلاة والسلام عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. وفكرة ان انتي يبقى عندك لحوم وحاجتك في الفريزر والرز بتاعك والطماطم، بيخليكي ما بتصرفيش المبلغ اللي بنصرفه مثلا لو ما عندناش الحاجات دي كلها. هتلاقي نفسك بتصرفي مبلغ اكبر بكتير. فعشان كده ميزانيتنا بتمشي حسب بقى طلباتنا
للاسف ما عندكيش لحمه، ما عندكيش طماطم، ما عندكيش رز، هتلاقي نفسك طبعا بتصرفي مبالغ وبتصرفي مبلغ محترم في اليوم، يعني على الاقل 300 جنيه مثلا ولا 250 جنيه في اليوم عشان تعملي اكله زي ديت، ويمكن اكتر. طبعا لو هتشتري لحمه بلدي هتلاقي المبلغ بيكلف عن كده بكتير. فانا بحسب لكم توتال ال50 جنيه، لان انا عندي رز وعندي طماطم، عندي اللحوم في الفريزر، فالصراحه ال50 جنيه معايا توب التوب وهتجيب لي اكل حلوه. تمام. فانتي كست بيت للاسف ما عندكيش كل ده، طبعا يوميتك هتبقى صعبه شويه. ده اولا، غير بقى لو جوزك مثلا بيسيب لك 150 او 200 جنيه، ربنا طبعا بيفرجها وبيصلح حاله وبيصلح حالنا جميعا ان شاء الله، والحاجه تمام يعني. ما شاء الله في الغليان، يعني مفيش حاجه بترخص، فربنا يعيننا ويعين كل زوجة ويعين كل أب على الأولاد، ويعين على البيت وعلى ميزانية البيت. فده برضو صعب شوية، خصوصا في الغليان اللي احنا ما شاء الله عمالين نرتفع فيه دوت. آه تمام. احنا بقى على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا يعني نستغل الميزانية بتاعتنا بكل ما يمكن. يعني انا اوريدي جبت لحومي اول الشهر، وطبعا انا كلمتكم في الميزانية اليومية وازاي تحوليها للميزانية الشهرية، فلو ما شفتيش الفيديو ده روحي شوفيه، ده برضو هيفيدك جدا عشان تمشي معايا لو انت حابة ان احنا نعمل ميزانية يومية زي دي مثلا. بس لازم يكون لحومك عندك في الفريزر، لازم يكون اوريدي عندك اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، طماطمك بقى، رزك. انا بجيب الرز بالسنه، واتكلمت معاكم في الموضوع دوت، لان دوت حاجه مفروغ منها. انا ساعات ظروفي ما تسمحش ان انا اجيب الرز في شهري او اجيب رز يومي، ده برضو ميزانيه وبتكلف. فان انا احوش له مثلا من السنه للسنه واجيب الرز، دي حاجه يعني حلوه جدا وافضل 100 مره عن ما بجيب من العطار كل شويه رز، او حتى الرز بالشهر ما ينفعش. الرز دوت بتجيبيه من السنه للسنه، ده افضل بكتير بكتير بكتير. طبعا انا خلاص خلصت الكفته، وانتوا شفتوا خطواتها سهله جدا وبسيطه. كفته الافراح، احنا هنقول عليها كفته الافراح، لان حرفيا زمان كانوا بيعملوها على طول في الافراح. انا حرفيا بشوف ناس والله العظيم لحد دلوقتي بتعملها في الحنه، وبتعملها موجوده في الافراح يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين، انا كان عندي شوربه في الفريزر، وكذا مره قلت لكم ان انا على طول لو الشوربه طعمها حلو وجميل بروح شايلها في كيس وحطها في الفريزر. قلت لكم الموضوع ده برضو قبل كده، يعني بتنفعني جدا لو حبيت ان انا اعمل شويه ملوخيه، ان انا اعمل شويه لسان عصفور للاولاد، فبتبقى متوفره عندي في الفريزر باستمرار. يعني مثلا عملت لحمه والشوربه بتاعتها حلوه وانا مش هستخدمها دلوقتي، بروح جايبه كيس التلاجة واروح معبيها وحطها في الفريزر. شوربه فراخ، شوربه بط، اللي انت عايزاه. تمام. بتوفر عليكي برضو لو في اكل ارداحي وحابه تعملي جنبه شويه ملوخيه، او حتى جنبه شويه لسان عصفور، بتلاقي عندك شوربه. فالفكرة دي واللي اخترعها فكرة حلوة جدا جدا صراحة. انا خدتها من عمتي، قالت يعني لقيتها كذا مرة بتعمل كده فعجبتني الفكرة، وقلت لها ليه كده؟ قالت لي عشان يعني لو حبيت اعمل اي حاجة للبيت، شوية ملوخية، شوية شوربة لسان سوري، يبقى بتوفر عندي. فعجبتني الفكرة جدا وخلاص اعتمدتها الصراحة، وعلى طول بعملها. بص بقى، قلب زبده محترم، زبده فرن، زبده بلدي، ايه اللي يريحك، زبده سمنه براحتك، بس طبيعي السمنه او الزبده يعني اي ماده دهنيه غير الزيت بتدي طعم للملوخيه احلى 100 مره من الزيت طبعا. تمام. حط بقى كده شويه توم محترمين. اللهم صل على النبي، صل على النبي كده في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الملوخيه دي سهله جدا، فطبعا ميزانيتنا تمشي لو لحومنا موجوده في البيت. طب يا ام هاجر لحومنا مش موجوده في البيت وانا ماشيه بالميزانيه اليوميه ونفسي احولها لميزانيه شهريه، روحي شوفي الفيديو، والله العظيم هتستفيدي منه جدا 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 جدا. تمام. طب انا باخد 200 جنيه في اليوم يا ام هاجر، هنعمل بيهم احلى اكل برضو. هقول لكم هنجيب مثلا ب100 جنيه بانيه. انتوا عارفه انا حرفيا ساعات بعمل ايه؟ بجيب ب100 جنيه، بجيب ب100 جنيه بانيه، ب50 جنيه بانيه، والله العظيم من عند الوليه بنزل اجيب. ايه اللي هيخليني اتكسف من حاجه زي كده؟ الحياه صعبه جدا يا جماعه. سوري، صوتي حرفيا تعبان جدا، لان احنا واخدين دور برد محترمين كلنا. الحياه صعبه، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحاجه في الغليان، يعني مفيش حاجه بترخص. فان احنا نمشي على قدنا وعلى قد ظروفنا وعلى قد امكانياتنا، دي حاجه افضل بكتير من ان احنا نخربها. تمام. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عملنا بقى الكفته الجميله بتاعتنا بتاعت الافراح. انا بحبها، لان انتوا عارفين لما بعملها بحس كده ان انا
يعني بفتكر ايام زمان، ايام بقى ما كانت خالتي بتجوز اولادها واروح بقى ايه في الحنه بتاعتها ناكل كفته. والله بايام مثلا عمتي برضو لما كانت بتجوز مثلا اولادها الكبار كنت اروح الاقيها فخدت عليها ان هي كفته الافراح، مش عارفه. يلا ربنا يا رب يسعد كل الناس ويبسطهم. بصوا بقى انا عملت الملوخيه، بص شويه ملوخيه ايه عسل، وعملت معاكم الكفته بتاع الافراح الجميله. اروح اعمل شويه الرز، طبعا احنا عملناه مع بعض قبل كده وسهل وبسيط ما فيهوش اي افتكاسات. عمتي بقى ربنا يباركها كانت عامله صينيه رقاق، وكانت بعتلي كده ايه يعني حتتين محترمين، فسبتهم في التلاجة الصراحه ما كانهمش، قلت بقى اطلعهم واسخنهم بالمره ويبقى ايه غدا كده محترم. بصوا الملوخيه، بصوا وانا بصوا بقى عامله ازاي، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. وعملت جنبهم رز ابيض، اكتسرت الوقت، وعملت وطبق الكفته الجميل بتاعنا بتاع الافراح اهوت، وعملنا كمان عصير ليمون. ودي كانت وجبتنا النهارده، وجبه سهله كده وبسيطه وطعمها الصراحه جميل جدا. غدا كده حلو بتاع امهاتنا، ده بقى ده بتاع امهاتنا، بسميه بتاع امهاتنا الجميل. تمام. ما تنسوش بقى تصلوا كده على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، ويا رب نكون ماشيين بميزانيه تكون حلوه وعجباكم. وتابعوني ان شاء الله، يعني باذن الله ناخد بقى ميزانيه الشهر الجديد بقى، ونعمل بقى ميزانيه شهريه حلوه ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يفرجها يا رب على زوجي ويصلح حاله، ويصلح حالنا جميعا يا رب، ويصلح كل اولادنا، ويصلح كل ازواجنا، ويصلح بيتنا، ويصلح كل حاجه في حياتنا يا رب، اللهم امين. آه كان فيديو بسيط وحلو وسهل. يا رب بس اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. معلش بقى ان شاء الله هنتظم معاكم في الفيديوهات الفتره الجايه. صلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام.